طبعا راح نجهز حق كيكة الحليب المحموص، فراح احمص الحليب. بنسوي مع بعض الآن كيكة الحليب المحموص حسب التصويت اللي كان مرة عالي عليها، أو كان في فارق بسيط بصراحة بينها وبين الفستقية. الوصفة هذه أخذتها من حساب أم عزيز كيتشن، بس أضفت عليها إضافة وقللت شوية من مقدار السكر. راح نحتاج إلى 3 بيضات، وراح أكتب لكم المقادير بس أخلص أحطها بالفرن. راح نحتاج إلى 3 بيضات، كاس ونص طحين، كاس حليب محموص. في الطحين أنا حاطة رشة ملح، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ملعقة كبيرة قرفة، وكاس من السكر، ونص كاس زيت، و3/4 كاس موية. حطيت البيض والفانيلا، الفانيلا تقريبا ملعقة صغيرة فانيلا نسيت أذكرها. حطيت البيض والفانيلا والسكر وراح أخلط تقريبا مدة 4. الآن تقريبا على نور 4 أو 3 دقائق راح أضيف الزيت وأخلط، وبعدها راح أضيف الماء وأخلط. الآن راح أضيف المواد الجافة منخولة، نخلتها كلها، راح أضيفها وراح أخلط. ضروري جدا عملية النخل. طبعا راح أسكب الآن المزيج. أنا بسكبه في قالب بهذا الشكل، اللي سووه من قبل سووه في قالب مغلق، بس أنا راح أدخله الآن الفرن تقريبا على حرارة 180 درجة مئوية إلى أن يستوي. راح نجهز له خلطة عبارة عن حليب نستلو كيري، راح أقول لكم مقاديرها.